طبعا المترو، قصة المترو أعتقد طويلة، وهناك من هو أجدر مني وأفضل مني أن يتحدث عنها، وهم رجال المترو سواء في الميدان أو في المكاتب، دراسات، تنفيذ، إشراف، هم أولى من يتحدث في هذا المجال. الملك عبد العزيز للنقل العام بشقيه القطار والحافلات، ولله الحمد انطلقت وبكل قوة. والآن احنا في تقريبا أكملنا أكثر من 62% إنجاز في المترو أو القطار. الحافلات وقعت عقودها بداية هذا العام الميلادي، وانطلقت أيضا. يمكن بعض الطرق اللي يمرون مع الإخوان، طريق الملك عبد العزيز، طريق صلاح الدين، كل هذه الآن تحت التنفيذ تجهيزا للحافلات ذات المسار المخصص، والتجهيز للحافلات واستيراد أيضا الحافلات تم توقيع عقودها مع شركة النقل الجماعي، ومعهم شركة متضامنة، شركة فرنسية، فتم توقيع الحافلات 900 حافلة. 900 حافلة تم توقيع عقودها وهي من صناعة شركة مرسيدس، وإن شاء الله تبدأ بالسنة القادمة، نهاية السنة القادمة، بالقدوم للمملكة للرياض. نبدأ قبل القطار. مثل ما ذكر المهندس عبد الله طول عمرك، احنا نتوقع ان النصف الثاني من العام القادم 2018 تبدأ أعمال التجريب. الناس بتشوف القطارات تمشي في الرياض، تشوف على بعض المحاور بتشوفها ما تمشي. منتصف 18. نعم، النصف الثاني من 18 العام القادم. العام القادم، بس طبعا تجريب هي. طبعا تجريب، على التجريب هياخذ أكثر من سنة على المسارات، على أساس نفس الخط ونفس الخط والجانب الإلكتروني والإشارات وأشياء كثيرة طول العام.